ناخد فرصة ونبعد عن بعض شوية. أنا شيماء خميس ودي حكاية على الماشي. الجملة دي قالها عماد حمدي لشادية بعد مشكلة كبيرة قبل ما يطلقها. عماد حمدي اتعرف على شادية وهم في قطر الرحمة، وبعد تعارف ورسايل بينهم وقصة حب قرروا انهم يتجوزوا، وكانت حياتهم ماشية سمنة على عسل لحد ما بدأت اشاعات تتردد عن وجود قصة حب بين فريد الأطرش وشادية، وطبعا كلها اشاعات ملهاش اي اساس من الصحة. ويشاء القدر ان عماد حمدي يسافر السويس لشادية اللي كانت بتصور وقتها فيلم مع فريد، وطلب منها تستناه على المحطة. فشادية راحت تستناه، ولما لقت القطر اتأخر رجعت على الأوتيل تستناه هناك. عداك العيب والله. طبعا عماد لما وصل ملقاش شادية على المحطة فاتضايق جدا، ولما دخل الأوتيل لقاها قاعدة مع فريد وزمايلهم في الفيلم بيضحكوا. فقال لها مش أنا قايل لك يا هانم تستني على المحطة؟ فقالت له أنا استنيت فعلا، ولما اتأخرت مشيت. فرفع ايده لفوق عشان يضربها، فقالت له لو ايدك اتمدت عليا هتطلقني، وبدل ما يلايمها ضربها فعلا. حد برضه يضرب شادية حتى لو عماد حمدي؟ شادية طلعت تجري على اوضتها وهو رجع على القاهرة. يخلص الموضوع على كده؟ لا طبعا. تاني يوم خلصت شادية التصوير ورجعت على القاهرة وطلبت الطلاق. فعماد حمدي اعتذر لها وقال لها ناخد فرصة ونبعد عن بعض شوية، وبعد الشوية ما خلصت اصرت شادية على الطلاق وطلقها. الله يرحم عماد حمدي وشادية الفنانة الجميلة المحترمة اللي عمرها ما قبلت الإهانة.